يا مساء السعادة، إزيكم حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا طيبين وبخير، أخباركم إيه في البرد الرهيب ده؟ الشتا داخل كده بتقله، فلازم كده أول لمّا الجو يبتدي يشتي، الحلة دي لازم تتحط على النار، يالّا بينا نعمل النهارده حلبسة على طريقة أشهر بياع حمص شام في منطقة القلعة ودرب الأحمر، يالّا بينا نصلّي على الرسول ونحط لايك كده حلو وجميل منكم، ويالّا بينا نشوف طريقتنا. أول حاجة أنا هنا معايا حمص والحمص بيبقى 3 أحجام، صغير ووسط وكبير، أنا جبت الوسط ونقعته من بالليل لحد تاني يوم، وما تنسيش تغيّري المَيّة بتاعته مرتين، وبعد كده جبت حلة فيها مَيّة مغلية وننزل على طول بالحمص، ونسيبه أول لمّا ياخد غلوة نبتدي على طول نشيل الريم، بصلاية بقى متوسطة ونفرمها كده فرم ناعم، وننزل على الحمص بتاعنا كمان نحط راس توم كبيرة علشان أنا استخدمت نُص كيلو من الحمص الشام. معلقة كبيرة هرمية من الكمون ومعلقة كبيرة من الملح وننزل بقى بنص كيلو طماطم مضروبة في الخلاط ونقلبه ونحطه على النار واوعي تغطي غطا الحلة كامل ارفعيه شوية كده صغيرين عشان ما يجي لما تغلي ما تفرش وتبهدل الدنيا وهي بالظبط ربع ساعة وهيكون عندك أحلى حمص شام هتاكليه في حياتك. بصي هاتي بقى الكوبايات بتاعتك ويلا بقى اغرفيه وحطي بقى كمان ايه ما تنسيش تعصري عصرة الليمونة واستمتعي بأحلى حمص الشام وما تنسيش بقى تحطي لي لايك حلو.